لو سألت الناس بشكل عام عن إيه هي مشكلتهم بالتحديد مع زندايا أو إيه يعني اللي بيخليها مش محبوبة ولا كتير متقبلين وجودها على الساحة، هتلاقي 3 إجابات أساسية ثابتين مهما اختلفت طريقة التعبير عنهم. أولاً إنها مفروضة علينا وموجودة في كل مكان بلا سبب، ثم إنها مش جميلة ولا الأيقونة اللي بيحاولوا يقدموها لينا عشان تبقى نموذج جديد متفق مع أجندات هوليوود، وثالثاً سبب عنصري ملناش دعوة بيه. طب فين بقى زندايا نفسها من كل ده، وإزاي بتتعامل مع صناعة نظرياً بتدعمها رغم إن بداخلها بيئة أبعد ما تكون عن الاهتمام بأي أقليات فعلاً؟ وهل ممكن تلخص مسيرتها ونجاحها في عوامل خارجية بس أثرت عليها خلتها تعمل صعود سريع شبه مفاجئ كده، ولا في جانب تاني للقصة خاص بيها هي؟ وهل تستحق كل ده في الآخر، ولا 2026 هتكون نهاية زندايا مع الأربع مشاريع المختلفة اللي هتنزل بيهم مع بعض؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعال نشوف. في البداية كده وقبل أي حاجة، هي مين زندايا أصلاً، ولا يعني جت منين؟ أول مرة نشوفها أو الناس تسمع عنها بشكل واسع كانت بالصدفة في أول فيلم حقيقي تقوم بيه في حياتها مع سبايدر مان هوم كامينج في 2017، وبداية سلسلة توم هولاند الجديدة، واللي فيها بقى بعد ما عملوا ماري جين حمراء في سلسلة توبي ماجواير الأولى، ثم جوين ستيسي شقرة مع أندرو جارفيلد، قال لك بقى المرة دي ما تبقى سمراء، وهو تغيير، واللي طبعاً حصل عليه هجوم كبير وقتها ومش عاجبهم اختيارها كالعادة، لكنه حقق نجاح ضخم جدا بفوق 800 مليون دولار، ودورها كان صغير فيه على أي حال. ثم بنفس السنة قدمت أداء محترم قصاد هيو جاكمان وزاك إيفرون في ذا جريتست شو مان، وبرضه حقق نجاح كبير غير متوقع عشان في 2019 تنزل مع سبايدر مان فار فروم هوم. هو كمان هيعمل أرقام قياسية ويكسب فوق المليار دولار، ودورها فيه كان أكبر بقى من اللي قبله، والناس بدأت تتقبلها ويخف الهجوم الأولي عشان تلحقوا بأهم حاجة في مسيرتها حتى الآن، ومسلسل يوفوريا اللي هيكسر الدنيا مع نزوله وهيخليها من العملة النادرة اللي قادرة تنجح في السينما والتلفزيون مع بعض وفي نفس الوقت. وبحلول 2021 هتبقى كمان في سلسلة دون اللي برضه هيحقق نجاح كبير رغم ظهورها الصغير فيه عشان تبقى زي ما بيقولوا في كل مكان. فهنا في سؤال بيطرح نفسه، هي جت منين ولا طلعت فجأة كده ازاي، وكانت فين بالظبط قبل سبايدر مان؟ بص يا سيدي، زندايا دي ليها رحلة غريبة على قد ما هي مميزة، قامت بيها قبل ما توصل للمرحلة اللي بنتكلم عليها دي. بدأت من سن 13 سنة تقريبا بعد ما اختاروها بين 200 بنت مختلفين اتقدموا لتجارب أداء مسلسل اسمه شيك اب مع ديزني، بخلفية في الرقص والغنى من طفولتها وبلا أي خبرة في التمثيل قبل كده غير شوية مسرحيات في المدرسة، عشان تاخد البطولة مع نجم ديزني التانية بينا ثورن. المهم إن الموسم الأول نزل في 2010 وشافوا بتاع 6 مليون شخص، وده رقم ضخم جدا لمسلسل أطفال، وكان تاني أعلى تقييم لبداية مسلسل في تاريخ ديزني. وهيستمر ل3 مواسم ناجحين، معاها تبدأ تنزل أغاني خاصة بيها سواء تابع المسلسل أو منفصلة، هتحقق نجاح كويس هي كمان عشان فجأة تنضم للمتسابقين في برنامج دانسينج وذ ذا ستارز بعمر 16 سنة في 2013 كأصغر متسابقة في تاريخ المنافسة، وتكون على بعد خطوة من الفوز لما تحقق المركز الثاني مع شريكها. What do you think that Dancing with the Stars did for your brand? I think it gave me a nice platform, to open up to more audiences than just the one that I was exposed to. Because originally, I have my little 12-year-olds, but now I have the 12-year-olds and their moms and their moms, and a lot more generations that look to me and are supporting me. في نفس الوقت اللي مسيرتها الغنائية مستمرة وناجحة وبتعمل أفلام مع ديزني كسبت لها شهرة كبيرة وسط جيلها، عشان هنا تلاقي نفسها قدام مفترق طرق. هل هتكمل في السكة دي وتسيب نفسها في إيد المنتجين وديزني يعملوا بيها اللي هم عايزينه، ولا هتبدأ تشق طريقها بنفسها وبشريطها؟ عشان كده لما عرضوا عليها مسلسل جديد اسمه سوبر أصلا كيتي هتقوم فيه بدور عميلة سرية بترقص وتغني برضه، قالت لهم لا ثانية معلش، الاسم ده مش عاجبني وتصميم الشخصية مش مناسب ليا ولا راضية عنه، وعايزة ابقى منتجة في المسلسل كمان عشان محدش يتحكم فيا ويكون لي رأي في كل حاجة بتحصل، والبطلة اللي العبها تكون ذكية بالمقام الأول مش بنت عبيطة محدش بياخدها بجدية وبتعرف فنون القتال بجد مش حاجة كده للأطفال. وجيس وات، وافقوا على كل طلبات عيلة عندها 18 سنة بسبب نجاحها وشعبيتها الكبيرة، وحتى هي اللي اختارت عنوان المسلسل الجديد كيسي أندر كفر اللي هينزل في 2015 وهيحقق نجاح كبير هيخليه يكمل 3 مواسم هو كمان عشان ينتهي في 2018. وبحلول الوقت ده في 2016 هتكون من أهم 30 شخصية في هوليوود تحت 30 سنة، رغم إنها لا لسه عملت أفلام كبيرة ولا خرجت من حلقة ديزني وأعمال العيال الصغيرة، ويعتبر محدش يعرفها أصلا بشكل كامل، ومع ذلك من أهم المواهب اللي بتسمع في كل مكان وسط ناس زي بري لارسون وأليشا فيجاندر وأميليا كلارك أو سيرشا رونان وغيرهم. يعني مش جاية فجأة ولا أول مرة تمثل ولا تعمل حاجة عليها القيمة، لكن معظم الناس للأسف بتتجاهل سنين من الشغل والتحضير ومش بيشوفوا غير بس النتيجة النهائية والنجاح، ومعتقدين إن ده حصل كده فجأة ولا جه لوحده ودي مفروضة علينا وبتاخد أدوار ما تستحقهاش. لكن في الواقع دي رحلة طويلة خدتها من تحت قوي لغاية ما نجحت بنفسها ووصلت عشان تدخل هوليوود على شروطها ومزاجها زي ما هنشوف دلوقتي. بس في نفس الوقت مش عايزين نضحك على نفسنا، ولازم نعترف إنها زي ما كانت وصفت نفسها كده النسخة المقبولة هوليوديا من الممثلة السوداء، والشكل اللي هو يعني مش سوداء قوي وفي نفس الوقت تريحهم في حوار تمثيل الأقليات، وده بلا شك ساعدها كتير وفتح الطريق قدامها عشان تعمل حاجات كتيرة جدا. وبشكل شخصي شايف إن ده سبب وجودها في سلسلة دون أصلا اللي غير كده مش بتضيف ليها كتير. بس هل دي حاجة تقلل منها كممثلة بشكل عام، إنها يعني بتستغل الظروف لصالحها مثلا؟
يعني لما أي ممثل بيطلع في وقت معين زي مثلا أرنولد شوارزنيجر ولا فان دام اللي هم نجوم الأكشن في الثمانينات والتسعينات، هل كان ممكن ينجحوا كده في أي وقت تاني؟ أشك بصراحة، لأنهم وصلوا في الوقت المناسب عشان المجال العام وشكل السينما وقتها كانت محتاجة حاجة زي دي. طب هل هتشوف حد بيقول إن هم ما يستحقوش اللي حققوه، ولا هتسمع حد يشكك في مكانتهم بعد كده؟ لا، ليه؟ عشان إحنا برضه شفنا شغلهم ولأي مدى هم نجوم فعلا وقدموا أفلام وأعمال محترمة خلتهم الأيقونات اللي بنتكلم عليها، في حين إن في ناس كتير برضه طلعت معاهم في نفس الفترة دي واختفوا محدش سمع عنهم تاني لأنهم ما كانوش على نفس المستوى ومجرد بس استفادوا من الفترة، غير كده هم ما فيش. طبق نفس المبدأ ده بقى على واحدة زي زندايا وشوف وسط كل الأفلام والمسلسلات والسلاسل اللي بتدخل فيها دلوقتي، هل هي ممثلة سيئة أو يعني أدائها وحش في الأعمال دي عشان نقول هم معتمدين عليها قوي كده؟ ليه؟ الإجابة القصيرة لأ، وإلا مش هتنجح ولا هيبقى ليها شعبية ضخمة كده، وعلى أقل تقدير مش بشعة يعني زي غيرها برضه كتير موجودين ومحدش بيتكلم عليهم. طب هل هي شخصية مش تمام ولا ليها مواقف مش حلوة وفضايح أو تصرفات سيئة مع غيرها؟ بالعكس، من ألطف الناس اللي في الصناعة ويعتبر محبوبة من الكل، وعلى بعضها كده شخصية لطيفة وفي نفس الوقت مش عبيطة ولا بلهاء. ماشي، بس هي موجودة في كل مكان وبتاخد كل الأدوار المهمة، صح؟ لا برضه، من 2021 حتى الآن شاركت في 3 أفلام بس، زائد طبعا موسم من يوفوريا، يعني مش في كل مكان ولا حاجة، ولا بتعمل أدوار كتيرة كل شوية بيطلع منها حاجات مش حلوة، وبالعكس إدارة مسيرتها بالنسبة لي على الأقل درس في إزاي تحافظ على نفسها وتختار صح. أمال إيه المشكلة؟ إنها بين قوسين مش جميلة كفاية وبيفرضوها علينا كرمز الحلوين وجميلة الجميلات بالذات في سبايدر مان. ماشي، طب هل في الفيلم ده المفروض إن هي تبقى شخصية جميلة؟ يعني كريستين دانست كانت جاية لسببين كبار واضحين، إنها حلوة وعشان تجذب الانتباه، وده كان التوجه وقتها وهم عايزين كده، مالناش دعوة بقى. لكن موقفهم ده بدأ يتغير مع إيما ستون زي ما قلنا في الحلقة بتاعتها قبل كده، وإنها ما تبقاش بس منظر وليها دور حقيقي، ثم تقدر تقول اكتملت العملية دي مع سلسلة توم هولاند اللي دخلت زندايا تجارب الأداء ليها كده وخلاص، مش في دماغها إنها تكسب الدور فعلا، بس يعني من باب العلم بالشيء، وبالتالي راحت من غير أي ميك اب وبلبس عادي مش في دماغها بتقريبا نفس الهيئة اللي طلعت بيها في الأفلام بعد كده، وقبلوها فعلا عشان ده اللي هم عايزينه، ومش جايين يعيدوا اللي اتعمل زمان أو حتى اللي في الكوميكس بالظبط، عشان الشخصية هنا مش لاعبة رومانسية بشكل أساسي ولا جاية عشان قصة الحب بس مع بيتر، على الأقل في البداية. Well, the difference about Michelle is she's not the girlfriend or the love interest or anything like that in this movie. So it's nice to have like a female role who doesn't have that kind of relationship with Peter. She's more of a, I would call her a distant friend. She kind of comes up randomly and she has like a mystery about her just because she just is always alone and always randomly popping into scenes saying whatever exactly is on her mind. لكن مش القصة التقليدية للبنت اللي مع سبايدر مان، وحتى ما هيش ماري جين أصلا، وبنسبة كبيرة بتكون على مستوى أعلى من بيتر نفسه، وجزء من العالم بتاعه مش مجرد ديكور فيه، وبفرض إن زندايا مش حلوة فعلا زي ما بيقولوا، ما هي مش المفروض أصلا تبقى حلوة في الفيلم، ولا حد في الأحداث مهتم بجمالها أو شكلها، ولا هي نفسها مهتمة بده ولا بستايل شعرها أو لبسها، وعادي توظف الكل ومش عايزة تقدم نفسها لحد، أو على الأقل هي شايفة كده، وده بالنسبة ليها أقرب للواقع، وبنات كتير ممكن يرتبطوا بالشخصية كده ويحسوها شبههم. وبرضه ما تنساش نقطة مهمة ساهمت في اختيارها ده، إنها زي ما قلنا مشهورة أصلا من حلقات المراهقين والصغيرين هناك اللي قسم كبير منهم هم جمهور مارفل وسبايدر مان بالأخص، فهيقدروا يستفيدوا من وجودها معاهم زي ما هوليوود كده كلها بتعمل دلوقتي، ويجيبوا نفس الممثلين الناجحين وليهم شعبية عشان يعملوا دعاية مجانية للأفلام بالقاعدة الجماهيرية بتاعتهم. I think my main thing is to grow with your audience and to especially not to try to outgrow your audience too quick. Because I'm saying, you know, I have a lot of young kids watching me. I'm not going to all of a sudden start catering to Rihanna's audience and neglect the audience that I have. Because they're the ones that support me and they're the ones that have started my career. So why, you know, why would I do that? ولو كان في أي شك بخصوص موهبتها فيوفوريا المفروض أنهى الجدل ده كله، عشان ده كان الاختبار الحقيقي ليها لما قدمت واحد من أهم الأداءات النسائية في السنين الأخيرة، وده مش مبالغة أو أفوارة بغض النظر عن جودة العمل الكلية في رأيك، وحتى إنه أقل بكتير من المكانة اللي بياخدها، لكن ما تقدرش تنكر إنها قدمت شخصية هيرو بأفضل طريقة ممكنة، وهي بلا خبرة تقريبا في التمثيل أصلا في 2019، وجاية بخلفية أميرات ديزني مع شخصية معقدة زي دي اللي هي مش بطلة محبوبة بالمعنى التقليدي ولا سهل تفهم موقفها من البداية، كمراهقة بقى متقلبة المزاج وبتقوم بتدمير نفسها بأي طريقة وبتعمل تصرفات مش دايما صح أو يعني مقبولة، وهي أصلا مش فاهمة عايزة إيه بالتحديد، وبسببه بتدخل في دوامة التعاطي والإدمان، وإزاي قدرت تقدم واحد من أصدق الأداءات عن الاكتئاب على الشاشة بكل حاجة فيه بقى بالحلو والوحش، مش نسخة منمقة مناسبة للعرض العام عشان ترضي الجمهور أو ما تصدموش، لكن زندايا بترمي نفسها في الصراع ده من غير ما تهرب من تبعاته، وبتقبل نوع من القبح على الشاشة سواء جسدي أو نفسي مع الشخصية، يعني مش جاية تحمي صورتها أو تحافظ على براند معينة معروفة بيها زي ما بيحصل دايما. So Rue has become kind of like an amalgamation of my experiences, his experiences, and our collective pain and seeing through the eyes of an addict and trying to always kind of, I think the approach was to try to approach it as human as possible without ever shying away from the devastation
and the ugliness of what that can create. ومفيش مكان بيبان فيه ده أحسن من الحلقة الخامسة في الموسم الثاني اللي هي تقريبا شايلة الحلقة كلها لوحدها وبتعرض لك فيها تجربة متكاملة بين المواجهة والهروب ثم الانهيار في النهاية وعليها التركيز في كل مشهد ولقطة فيها. الكاميرا مش بتسيبها لحظة تاخد نفسها ولازم تفضل على نفس المستوى طول تقريبا 54 دقيقة، ما ينفعش تجلي منها وإلا هتضيع كل حاجة تانية، ويعني حاجة لازم تشوفها أكتر من مرة عشان تقدرها فعلا. والحلقة دي بالذات قد تكون أهم حاجة حصلت في المسلسل كله، ومعاها كانت زندايا في أحسن أحوالها، وقد تكون أهم أسباب فوزها بالإيمي الثانية عشان مش بس تكون أصغر ممثلة تفوز بعد الموسم الأول، لكن كمان أصغر ممثلة تفوز مرتين وأصغر منتجة برضه تفوز عن الموسم الثاني. ولو يعني عشنا بعد كده هنبقى نتكلم بالتفصيل شوية كمان عن الشخصية والمسلسل كله قريب. المهم إنها مش هتكتفي بكده حتى مع سلاسل دون وسبايدر مان، لكن مش هينفع دايما تفضل تلعب عيلة أو يعني مراهقة بالكتير قوي حتى لو سنها فعلا قريب من كده، لكن عند حتة معينة لازم تنضج لمرحلة أعلى من ده وتبدأ تلعب شخصيات مختلفة عنها تطلعها بقى من المنطقة دي. وده اللي هتعمله مع فيلم تشالنجرز اللي هي كمان هتنتجه، وفي بنشوفها لأول مرة زوجة وأم وست كبيرة وشخصية ناس كتير هتشوفها فيلل أو مش تمام، لكنها مش بتعتذر عن ده ولا فارق معاها طالما هتوصل اللي هي عايزاه، حتى لو هتتلاعب وتلعب بالرجالة اللي حواليها عشان بس تحقق أهدافها اللي الإصابة حرمتها منها في التنس. في فيلم عن كل حاجة إلا التنس نفسه اللي عبارة بس عن سياق عشان نحط فيه الأحداث، بينما لما تشوفه هتلاقي عالم تاني خالص. ونزلت بيه كمان في نفس السنة مع الجزء الثاني من دون اللي طبعا كسر الدنيا وثبت مكانتها كنجمة شباك في أفلام الإنتاجات الضخمة، ثم هتختفي من بعدهم لسنة ونص تقريبا، مفيش أفلام ومسلسلات ولا أي حاجة عشان 2026 اللي احنا فيها دلوقتي دي تبقى أهم سنة في حياتها. ومعرفش بصراحة إيه اللي ممكن يحصل فيها ولا هتتعامل إزاي مع كل ده في نفس الوقت، لأنها هتعمل 3 أفلام كبيرة مع بعض، سواء ده دراما مع روبرت باتنسون أو ده أوديسي مع نولا، واللي قيل إنها هتكون أثينا إلهة الحكمة فيه، نهاية سبايدر مان براند نيو داي، وفوقهم كمان الجزء الثالث من يوفوريا واللي هو هتكسب بس في سنة واحدة بتاع 45 مليون دولار، اللهم لا حسد. لكن في نفس الوقت هل ده اختيار صح ولا الجمهور هيتعامل مع ظهورها المستمر ده كل شوية إزاي لما تحس إنها كل شهر تقريبا بينزل لها فيلم وهتلاقيها طالعة طبعا في كل مكان بين مقابلات وجولات دعائية ومهرجانات، في وقت الناس بتشتكي من الأساس إنها موجودة في كل مكان وفي كل حاجة أصلا. فهل هتقدر تتغلب على كل ده ولا هتكون الضربة القاضية ليها زي ما حصل مع ممثلات كتير لما يتعرضوا للي بيقال عليه الأوفر إكسبوجر لدرجة إن الكل ما بقاش طايقهم خلاص ولا حد عايز يشوف وشهم تاني؟ I just hope people don't get sick of me. And I, really appreciate everyone who supports any of the movies, or supports my career in any kind of way. I'm deeply appreciative, and like I said, I just hope you guys don't get sick of me this year, because I'll tell you what, after this, I'm disappearing for a little bit. I'm gonna have to go into hiding for just a little bit. وهل هتقدر أساسا تقدم الأدوار المختلفة دي كلها بنفس الجودة مع بعض، ولا هل أنت كمشاهد هتقدر ترتبط بيها فيهم كلهم؟ هنشوف وهي الأيام جاية. People have opinions, behind the scenes of like what lane I should go and what I need to do, but I know what I want. Yep. And that's my number one piece of advice for anyone who's doing anything in life is you have to stick to your vision and stick to your gut. You know what I'm saying? Because everything I do is 120% me, and it's genuine, and I feel like I'm very, artistically involved in everything I do, and I want to make sure that everybody knows that everything that I put out is from me. And there's no one telling me how to do it. There's no one controlling my style, or I'm very hands-on, and I'm always trying to push myself in every area of the arts, whether it be acting, singing, or dancing. It's about whether it be perfecting the dance that you already know, or learning a new style of dance, whether it be trying to hit a note that you never thought you could hit, or play a character that is outside of your range, then that's something I want to continue to do and continue to grow. I think if you stop challenging yourself, then there's no more. You've stopped yourself, but there's no limit to the things that you're capable of. So I think I'm going to continue to challenge myself. Well, the best thing I've learned, and advice I could give maybe my younger self, is really to focus on happiness. Happiness is a key, because there's so many people that you see either in this industry or just in life in general that are going through their days and may have everything they could ever want, but they're not happy, So you have to focus on what makes you happy and make decisions in your career, in your life, that make you happy. And so I've been trying to do that, and it's working, and saying no to things that are negative and saying no to things that you don't want to do.